اي لاعب ماينكرافت بيبدأ اللعبة انه يجمع خشب، لكن لا. ده غلط. في الفيديو ده انا خدت ماينكرافت ولكن على طريقة موجانج اللي هم مطورين اللعبة. لقيت كتاب كده بتاع موجانج عاملينه بيقول لك طريقة تختيم ماينكرافت على موجانج. فاول حاجة مش انك تجمع ديرت، قصدي خشب، لا. بيقول لك اول حاجة تجمع ديرت، معرفش ايه الفايدة بس بيقول لك جمع ديرت يعني. اوكي، بيقول لك جمع يعني حوالي، هم للأسف مش حاطين قد ايه، فاحنا ممكن مثلا نجمع 10 عشان بس كده كفاية. تاني حاجة بيقولك تعمل ايه بقى؟ تبني لفوق علشان تعرف مكان الريسبون بتاعك. انا مش عارف ايه فايدة الموضوع دوت، لكن احنا نسمع كلام اللعبة وخلاص. بنينا لفوق ويقول لك يا ريت تجمع حوالي نجمع عشان اللعبة بتقول نجمع الخشب ده. ويقول لك يا ريت تجمع حوالي مثلا 20 خشبة. فليتس جو. اوكي تجمع الخشب. تاني حاجة ماينكرافت بتقولك عليها انك تعمل ادوات. فاخيرا فاحنا ليتس جو نحلل الخشب عادي جدا ونعمل ادوات، ولكن ماينكرافت بتقولك حاجة تشلك. هقولها لكم بس نعمل ادوات، بس قصدي نعمل خشب. اوكي، معانا خشب كتير بغباء. محتاجين ستيكس كتير. اول حاجة ماينكرافت بتقولك تعمل ستيكس، انت كده تعمل الكرافتنج، تحط الكرافتنج. ماينكرافت بتقول لك تعمل كل اسلحه اللعبه، مش المفروض نعمل بيكاكس عشان نروح نجمع ستون، لكن لا. ايه ده؟ في ايه كده فرع فيا؟ او ماي جاد. ماشي. بتاعت الاسبوع اللي كنت عاملها باظت. قلنا عليها نروح نجمع اكل، واخيرا فانا مش شايف اي اكل قدامي حرفيا، لكن يلا ليتس جو نجمع اكل. هلا يا خنزير يا قليل الادب. اوكي. مش شايف اي حيوانات. اوكي، تم التخلص من تجميع اكل بنجاح. جمعت كمية اكل محترمة. الحاجة التانية الماينكرافت بتقولك عليها انك اخيرا هنجمع ستون. فليتس جو نروح نجمع ادوات من الستون. تن تا تا تا. ستون كويسة بالمرة. اوكي، تاني حاجة ماينكرافت موجانج بتقولك عليها انك تعمل كل ادوات حجر. كل الادوات من الحجر نعملها بيكاكس، ونعمل كمان شافل. فانا مش فاهم ليه كل ده وايه فائدته. وبعد كده ماينكرافت بتقولك ترمي كل الادوات الخشب اللي معاك، وتقدر تمسك بعد كده ادواتك من الستون كأنها جايزة. يعني مش عارف. ماينكرافت بتقولك عليها انك تروح تجمع صوف علشان تعمل بيد، لكن احنا كده كده مثلا معانا، بس محتاجين تاني عشان اكل. يلا بس احنا رايحين نجمع تاني. احنا برضو بنجمع بالمرة في السكة اكل. اللي كمان خروف اهوت. اوكي يلا خنزور. يلا كمان خروف. خروف تاني. يلا احنا زيت الخير خيرين. النهارده محتاجين اكل كتير اصلا. مش عارف ليه محتاجين اكل كتير، بس انا محتاج اكل عشان انا جعان الصراحه. فكره يعني تسمع ما جبتش فحم، بتقول لك تجيب الاسلحه الخشب بتاعتك وتستوي بيها الاكل. ليه لا يعني؟ بصراحه فكره حلوه موجانج، يعني اخيرا قالت حاجه مفيده. واخيرا موجانج قالت معلومه مفيده. فعقبال ما الاكل يستوي، مش هنستطعم الاكل يستوي كل ده. عقبال ما الاكل يستوي موجانج بتقول لك يلا تقدر تروح تجمع فحم دلوقتي. ف ليتس جو نجمع فحم. اوكي، تم تظبيط الاكل. والتالت شيء ماينكرافت بتقترحه عليك انك تبني لك بيت، ولكن مش بيت طبيعي، لا. يعني تبني لك جبل وتبني لك فيه بيتك. فاحنا نقلنا فتحة جبل كده ونقلنا فيه البيت بتاعنا. ماشي، يلا ليتس جو. اي ثينك يعني ان فتحة الجبل ديت حلوة. وهنا اخيرا نحتاج الشافل. فليتس جو نفتح فتحة الجبل بتاعنا اللي هنعيش فيها عشان نبعد عن الزومبيز والحاجات ديت. اوكي، وبعد كده بتضع الكرافتنج بتاعتك والفرن، ونعمل شموع علشان ننور البيت. اوكي، تحط البيت بتاعك وتسوي ابواب، ونسوي باب برضو. نعمل باب. نسوي دي مش عارف نعمل المهم يعني.
نحط الباب بتاعنا وبس، عملنا بيتنا وننام ونخلص من اول يوم في ماينكرافت اخيرا. والطريقة اللي بعدها في الماينكرافت بتقولك عليها انك تعمل لادرز وتشيست وبوت، يعني حاجات كتير. اولا يعني شيست، ونعمل ادوات ماينكرافت اللي طلبها مننا الغريبه دي. عملنا الشيست، عملنا اللادرز، عملنا كمان اللي هو التراب دور، وعملنا اطباق الفول. معرفش ايه فادتها يعني، بس اوكي. هو الشيست بس اللي ليه اهميه، فنحط الشيست هنا، نحط فيه ادواتنا لها 300 لازمه اللي احنا مش محتاجينها حاليا. اكل من البلوكات ممكن نحتاجها، اوكي. و الحاجه اللي بعديها الماينكرافت لازم نعملها ان احنا ننزل نجمع ايرون، اللي هي الحاجه المفروض كنا عاملينها بقالنا 900 سنه، بس هي ماينكرافت كده بتحب تعطل نفسها. المهم ننزل، ليتس جو نروح نجمع. وفي دايموند هناك، بس ماينكرافت ما تيجي اجمع دايموند، فمش هنجمع دايموند عشان ماينكرافت لسه ما زنتليش هذا الموضوع. احنا طبعا محترمين بنسمع كلام ماينكرافت وكده. ده كل ده عشان الفيديو بس، لكن غير كده ماينكرافت لو جت قالت لي اعمل كده هديها بالجزمه. تدا جمع ايرون. يا ليه الادب، او ماي جاد. اوكي، وخلصنا كمية الايرون. جمعت كمية ايرون اتوقع تنفدنا كتير. تاني حاجة ماينكرافت المعاقة يعني يطلبها مننا نعمل ايه؟ نقتل بس الزومبي المعاق ده عشان هيجي يقرفنا في الفيديو، يبوظ علينا اللقطة. تاني حاجة ماينكرافت المعاقة بتطلبها مننا ايه؟ ان احنا نعمل بيبان. طبعا دي حاجة مهمة جدا لماينكرافت، نعمل بيبان حاجات تانية برضو. بس هنعمل قدامنا، نعمل شيرز او تعرف ليه مش عارف، انا استكشف. نعمل باكت ميه ممكن يكون مفيد. باكت ميه مهم. لا بعمل كرافتنج وبيجوا يعصبوني. نعمل شيرز ونعمل كمان فلنت، بس احنا مش معانا لسه فلنت. نبقى نجيبها ونبقى نعمل فلنت ماشي، بس نبقى نجيب فلنت من بره دلوقتي مش معانا. اقول له انها شوت فلنت يعني مش معانا، بس نبقى نعمل فلنت. ونعمل الباب اللي انا معرفش ايه فايدته برضو، نعمله اهو. دي ماينكرافت طلبوا مننا. واخيرا ماينكرافت بتقول لنا تقدروا تعملوا دروع اخيرا. وفي كريبر عايز يعمل يعني، بس هنفخني بعيد يعني. تعال عند المية هنا وبراحتك عشان ادواتي بس. تعال. لا اصلا هو نسيني يعني، انت بعد كل ده سكيلتون عنده عمل واقع. فرع بس وانت موت تبل لك ونخلص. ماي جاد. واخيرا نقدر نعمل لنا دروعنا بنجاح، وعملنا دروع. و ماينكرافت ما طلبتش مننا اسلحه مش عارف ليه، بس انا هعمل اسلحه. وشكل الايرون العالم مش هيكفي. مش عارف ليه ماينكرافت ما طلبش مننا نعمل اسلحه. لازم قبل ما نخش النذر لازم يبقى معانا دروع دايموند ومطوره. فالحلو ان في اللابز في هناك دايموند. هو كان في هناك في دايموند. هو الدايموند فحاجه كويسه. وفي سكيلتون بيضرب عليا، ربنا يسامحه مش هرد عليه عشان ماينكرافت قالت لي ما ردتش على حد. لا مش الدرجه، مش اسمع كلام ماينكرافت الدرجه، مش الدرجه التاني. في سكيلتون بيضربني مش هاخد حقي منه. هخش علمه الادب، يعني ايه يخش عليا وانا بقى بصور ايه الادب. شويه اللبس دول نطلع نجيبهم برضو بالمره. بلوكاتنا. اوكي اخيرا وصلت ماين الهاوس. في زومبيات والكريبر هيبهدل البيت. اوه شيت يا خلاوي هتخش بيتي يا ولاد الناس. اوكي جبنا كمية دايموند حلوة جدا جدا. نقدر اخيرا نعمل ادوات من الديموند. ما احس مش هينفع نخش النزل دلوقتي عشان اللعبة قالت لنا كده. فنقدر نتخلص من دروع الايرون ونلبس دروع الدايموند. مينفعش نعمل بابش النزل ونخشها اصلا دلوقتي غير اما نطور دروعنا. فنحط طبعا ادوات ايرون بتاعتنا هنا عشان نستغل مكان. والعظم والحاجات اللي هي شايفة لازم معانا زي تراب دور وعم شايف ايديته ده حركاته كده. يلا بس او ماي جاد في كده بره مستنيني بيقول لي اللي هو اطلع وانا هديك حلقه موت يعني اللي هو بص مستنيني.
اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس برضه محتاجين نجمع شويه جلد، شويه بار، قصب سكر لو لقينا، عشان نقدر نعمل آلة التطوير. فانا معايا دايموند، معايا دايموند حلو زياده كفينا. اوكي ليتس جو ننزل كيف نجمع اوبسيديان. اوكي دلوقتي ندور على كيف تاني غير اللي احنا دخلناه، عشان ما كانش فيه لافا اصلا اظن. كده ليتس جو. اوكي اوكي لقيت لي اسمه ايه ده، لافا، وفي دايموند زياده فوق، مش هيأثر لو طلعنا خدنا. جمع الاوبسيديوم، وعايز اجمع كتير عشان حاسس ان هو يطلب مني ان انا اعملها مربعه، مع اني مبحبش اعملها مربعه، بحب اعملها اي شكل انا، واعملها اللي هي فعادي عادي. فاحنا ليتس جو نبدا ان احنا نجمع الاوبسيديوم. ليتس جو. تمام. وتم التخلص من البوابة، وبقى معانا 3 حبات من الاوبسيديوم، لكن ما ينفعش اخش دلوقتي. هدفي لو لازم، مش هدفي لو لازم يعني اسمه ايه ده، اعمل التطوير. فخلينا نشوف ايه التطوير، ايه الادوات اللي محتاجاها. اوكي محتاجة اوبسيديوم، محتاجين زيادة اوبسيديوم، ومحتاجين كتاب. احنا محتاجين ماشي محتاجين كتاب دوت، اكيد هنجيبه من قصب السكر وجلد، فالامر سهل. كان في قصب سكر انا كنت شايفه من الناحيه اللي هناك ديت. خلينا بسم الله ليتس جو نروح نجيب قصب السكر. اوكي عملنا بوابة ايه، عملنا آلة التطوير. ليتس جو يلا بينا يا جماعه نطور الدروع. هي اساسا كان في اسمه ايه ده، بيقول لنا يعني نطور الدروع والاسلحه، او هو ما طلبش الاسلحه، اظن هو طلب الدروع بس هنطور يعني. هنشوف. هو اساسا السوي ده مش قصدي، مش هركز سطرات ايه بالظبط. اوكي نشيل بقى ادواتنا اللي ملهاش اي 30 لازمه. نشيل لحم الزومبي، الستيكس بقى ده ملوش اي 30 لازمه. مش هاتوا ممكن نبقى نقتل بيه اكل، هنشوف هنحتاجه في ايه يعني. نشيل الاكل دوت مش محتاجينه، من اكل يعني يسمى انه قصير بس مش قوي، كثير بس مش قوي، شغال يعني كمية الاكل اللي معانا. اوكي ظبطنا ننام عشان الليل. اوكي وليتس جو تو سليبنج يا. طيب تاني حاجة عندنا بعد ما بنينا البوابة ولا خلصناها، نروح بقى نخش البوابة. طيب بيقول لك لازم تجيب، يا تقتل بال اسمه ده البو او السنو او بالسيف، بس بيقول لك السنو احسن طريقة انك تقتل بيها. فاحنا هنروح نجيب لنا سنو علشان نرضي ماينكرافت. وخلينا بالمرة الى خروف تعالى نقصه، اهو نحتاج القصافة بأي حاجة نستاهل. اوكي يلا بينا نجمع بقى شوية سنو بول، علشان بيقولك دي تبقى ازيد في ان احنا، قصدي بتبقى اسرع يعني في تقتيل، في قتل اسمه البتاع ده ايه وانا بتلج، البليز. تقولك تبقى اسرع في قتله، بتدمج جلسه اكتر. انا هموت، انا كده هموت. وهنا ماينكرافت بتقترح عليك انك تحط بلوكات على اسمه ايه ده، على البوابه يعني عشان ما تبوظش ولا، فاللي هو يعني ما تتكسرش. فبيقولك حطها بالكابل ستون كده، اللي هو زي بالشكل ده عشان البوابه ما تتكسرش. هو المفروض يبقى اوسع من كده بس مفيش مكان يعني، عشان البوابه محطوطه في مكان معوق، بس احنا يعتبر كده قفلناها يعني. نطلع بقى من بره البوابه المعوقه اللي احنا فيها ديت. شوف كده نجرب البيكاكس بتاعنا بيكسر البيكات. ايوه عايزين نطلع من بره هنا ونشوف لنا القلعه. واو ماينكرافت برضو بتقترح عليك انك تحط بلوكات في كل حته تمشي فيها علشان ما تنساش مكان البوابه يعني. معلومه حلوه يعني، مفيده. اول مره اعرفها بصراحه، لا بجد مش بتريق، اول مره اعرفها. بتريق طول الوقت على المعلومات اللي بتجينا ماينكرافت، لكن المعلومه لا المره دي حلوه الصراحه. يا رب بقى نلاقي البليز بسرعه. نجيب لنا بس شويه الثلج، نحط هنا السنو بول ده. عايزين بقى بسرعه ريسبون للبليز وسكيلتون. نهار ابيض، والبليز هناك، في بليز هناك. بليز يلا تعالى يا البليز.
هو كده هيموت بسرعة يعني، المفروض معلومات ماينكرافتوية وكده، لان هو كده بيموت ضعف في الضرب. انا كده بموت ضعف الضرب الصراحة. كده انا اللي بموت، كده انا اللي بموت. دلوقتي هدفنا التاني ان احنا لقينا اسمه ايه ده، البايوم الازرق ده اللي هو الغابة الزرقاء بتاعت الاندرمان. لكن ماينكرافت اقتراح جديد انك لازم تبني بيت في النظر علشان تفتكر مكان الزبون بتاع مكان البوابة بتاعك. ف نبني بيت الستون. اظن ان البيت كده زي الفل يعني، شايف. اوكي يلا بقى نكمل رحلة التطوير على بايوم الاندرمان اللي هو الغابة اللي انا هاخدها ديت. نجيب البلوكات اللي احنا هنعلم بيها عشان نسمع الكلام. احنا يا نهار ابيض، جاست ايش رسم جاست، ايه رسم جاست، ايه اللي رسم جاست، ايه ده؟ اوكي اوكي شايفين الاحتراف، اتفرج على عمك المحترف. اوكي يلا دلوقتي بقى ندور على بايوم الاندرمان. اوه ده واحد بنت لذينه. ارمي يخرب بيتها، ماشي خلاص تاني ارمي. المفروض بقى نحط ديت هنا يتحول لنا نعمل العيون البوابة. وماينكرافت بتقول لك احتمالية يعني هي تكسر، مش فاكر قد ايه، ولكن يلا بينا ليتس جو على البوابة، وان شاء الله ما تاخدش وقت ان شاء الله. يلا اول واحدة اهي. انا لقيت قرية وجنبيها بيلجر اوت بوست، وننام علشان الليل قرب يليل. اوكي ليتس جو. ماشي في السرير تاني، مش عارف فكك من ان انا ماينكرافت منتش اروح استكشف قرية ولا استكشف اي حاجة. هنكمل ونشوف بتقول لي انا رايح لفين. اوكي نكمل كده ليتس جو. هو انا بقى كتير اوي ماشي مش لاقي المكان. انا هنا اديني طب لا اداني لا يا عم بيكاكس كده، ايوه اديني العين. اوكي اتوقع بقى ان هي تحتينا هنا، فاحنا نحفر لتحت نقعد بقى بالبيكاكس وننزل لحد نلاقيها ان شاء الله. بس بسرعة ليتس جو. هو انا مش عامل لك انا اخد حتى البلوكات اهم من ده، عشان البلوكات ممكن محتاجة انك في بوابة الاند يعني. البوابة. اوكي ليتس جو. ولا عين محطوطة، ولا عين. اوه ماي جاد، كويس ان معايا عيون زيادة اصلا، بس لسه ما عملتهاش، بس كويس يعني. لا يا غبائي، انا متعين فوق يا شباب. وماينكرافت بتقترح عليك انك تحط السرير هنا عشان لو مت يعني يكون تطلع انا تاني يعني وكده. وتقترح عليك تحط الشيست كده يا محترف يعني محركات. كداب انا عشان عامل كيب انفنتوري سايبر كده عشان المحتوى كده يطلع محترف الناس. عوق شايف احنا محتاجين قد ايه؟ مش عدتش الصراحه، بس ان شاء الله ما نزودش عن دول عشان نحتاج باقي العيون، محتاجها الصراحه. شكلي عملت عيون بزياده، شكلي لا مش عملت عيون بزياده، لا ما عملتش بزياده. اوكي نحط العيون ديت هنا. نبدل فلنت باكل. يلا كويس عملنا اول واحده. لا تاني، يا رب ملوش دعوه بيا ايوه. يلا واحده ام ال جي، اغبى ام ال جي ده في حياتي. ما وقعتش معايا بس الحمد لله يعني. يخرب بيتك يا اخي. الماده اللي بيحطها لي دي. لا انا ما لمستش التنين. مستكش يا عم، ما لمستكش. يس يا شباب، قتلنا التنين على طريقة موجانج. لو عايز بقى ايه تعرف ازاي جبت الكتاب، ايه ده محدش مهتم؟ خلاص محدش مهتم. ناخد الاكس بي بتاعنا واروح بيتنا، ناخد الاكس بي
بقى كده اصلا محدش مهتم. وليتس جو. بس كده دي كانت نهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عايزين فيديوهات تانية من دايركت كل حلقات وبس كده. سلام، يلا ليتس جو، باي.